فرنسا فازت بدوري الأبطال، وده حدث كبير جدا، وكنت أتوقع أن كل الشعب الفرنسي هيحتفل بالفوز الكبير ده في الكورة، إلا أنهم قرروا يحرقوا برج إيفل بدل كده. أيوة، كنت أتمنى أكون ببالغ، بس لا، أنا مش ببالغ. الفيديوهات اللي طالعة من باريس مجنونة فعلا. وممكن تكون بتسأل نفسك ليه الباريسيين اللي المفروض يحتفلوا بالفوز الكبير ده في الكورة طالعين يدمروا بلدهم بدل كده؟ الحقيقة ده لأنهم مش الباريسيين الحقيقيين. مفاجأة، دول المهاجرين اللي جم وفعلا بيدمروا فرنسا. مش هتصدقوا الفيديو ده. تاني، افتكروا انهم كسبوا دوري الأبطال، وده إنجاز ضخم جدا. الموضوع فعلا مثير، وبيصحوا أو بيناموا على فوضى تامة وكاملة في المدينة، عشان الناس دي مش فارق معاهم باريس، عمرهم ما اهتموا بيها. أهلا بيكم في المواجهة، أنا ميراكا مقدمتكم. اتأكدوا انكم بتشتركوا في القناة وتكتبوا تعليق على الفيديو ده، وكمان شاركوه مع أصحابكم، عشان احنا بنواجه، احنا زهقنا خلاص. حضروا نفسكم، الفيديو عنيف جدا وممكن يكون صعب تتفرجوا عليه. طيب دلوقتي للناس اللي هيتفرجوا على الفيديو ده لبرج إيفل وهو بيولع، وبعدين يقولوا كلام غبي زي بس ازاي عرفتي مين الناس دول؟ اسمعوا بس، اسمعوا ثانية. اسمع الصوت، كنت بس لازم أتأكد إن الصوت صح. اسمع. مش قادرة أوصف قد إيه المحتوى ده مزعج بالنسبة لي. برج إيفل. فاكر، المفروض إن هما بيحتفلوا بالفوز الكبير ده. الموضوع كبير، فرنسا والدوري الإنجليزي دايما بينهم منافسة. باريس سان جيرمان كان ضد أرسنال، وأرسنال خسر، وده مدمر من وجهة نظر المملكة المتحدة. بس ده اللي هما بيعملوه ردا على الفوز ده. سمعت الصريخ؟ شفتي الكلام ده؟ شكلها كأنها مشهد. أيوة فعلا شكلها كده بالظبط. دلوقتي لو انت بتتفرج على الفيديو ده غالبا شايف زي كده. اوكي، في مجموعة ناس شكلهم مهاجرين، بس كمان في ناس كتير شكلهم عاديين من فرنسا، وانت عندك حق. بس برضو تعالوا نشوف حاجة. أقصد اللقطات دي، الستة الأول. لأنه طبعا لو كسبت ماتش كورة لازم تعطل المرور، يعني تعالوا نشوف ده. باريس مولع، يعني ده مقزز. فيديوهات أكتر، وأنا عايزة أوريكم الفيديو ده عشان في حد في المملكة المتحدة كان بيروح من طالب لطالب. لو سمعتوا كويس هتسمعوا صرخات الله أكبر في الخلفية، وده غريب شوية لأن دي احتفالية بمباراة كورة. بجد حاجة تقطع القلب. برج إيفل.
تاني الصوت خفيف جدا جدا، مش هتسمعه كويس في التسجيل، بس عشان أوضح، هما ما حرقوش برج إيفل، هما بيولعوا حاجات على نهر السين اللي هو النهر اللي جنبه، وده بيعمل إيه الكلمة؟ بيغطي، بيخلي برج إيفل كله شكله كأنه متغطي بدخان. بس بصوا على الفيديو ده كمان، والفيديو ده فعلا هو أكتر فيديو من كل الفيديوهات اللي خوفتني. بص صور حواليك كله، في جزائريين، في تونسيين، في مغاربة، في سنغاليين، في اللي انت عايزه، مارين احنا هنا يا صاحبي. احنا اخذنا باريس اسرع من الالمان، اخذناها في 3 ساعات، الالمان اخذوها في 24 ساعة. بص صور. اوكي، هو بيقول لك بص صور ده. هنا عندنا جزائريين، تونسيين، مغاربة، سنغاليين، لوبان اللي هي مارين لوبان، اللي هي سياسية يمينية متطرفة في فرنسا. احنا قدرنا نسيطر على باريس أسرع حتى من الجيش الألماني. في 1904 أخذنا بس 3 ساعات. ده اللي هم بيحاولوا يروجوه. بص احنا سيطرنا على باريس، سيطرنا في وقت أقل من اللي عملته ألمانيا في 1940. قد إيه ده حقير. عارفة، الواحد ما بيدمرش حاجة إلا لو مش مقدر قيمتها. دي الحاجة اللي الناس بتنساها. لما ما تكونيش مقدرة مجتمع معين بتكوني مرتاحة تدمريه. لو كنت فعلا مهتمة بيه عمرك ما كنتي هتحتفلي بالطريقة دي، عمرك ما هتخرجي وتدمري المحلات وإشارات المرور وتحرقي الحاجات. ودي مش طريقة الناس اللي فعلا بيقدروا المجتمع يحتفلوا بيه. بس دلوقتي المجتمع الفرنسي بقى فعلا مش ممكن تفرقيه عن أي دولة أفريقية أو إسلاموية تانية. ده جنون. وبصي على الرجالة دول، سمعتيهم هما بيصرخوا الله أكبر كمان؟ دلوقتي لو انتي بتتفرجي على ده وبتقولي لنفسك ماشي، كانت ليلة غريبة وصاخبة وخلاص، مفيش حاجة ممكن تعمليها، كلهم اتحمسوا زيادة شوية. أنا عايزة أوريكي باريس شكلها عامل إزاي دلوقتي. الفيديو ده اللي بصراحة فعلا ماشي. وبعض المهاجرين دول ابتدوا يرشوا عليها حاجة، ولما نزلت عشان تزعق لهم واحد تاني خد العجلة بتاعتها. حلو صح؟ شيك قوي. دلوقتي إيلون ماسك نشر ده لأنه عايزاكي تلاحظي إن ده شروق الشمس، ماشي؟ يعني هما كسبوا اللعبة دي من امبارح بالليل، وطول الليل لسه مكملين. ودلوقتي تاني وقفي في أي لحظة، بصي على الناس اللي هنا، بص عليهم وشوشهم متغطية، كتير منهم مهاجرين ومش فرنسيين أصلا. ودلوقتي تاني المشاهد دي فعلا مذهلة، بجد حاجة تذهل. انتي شايفة بنفسك زي منطقة حرب، بجد منطقة حرب بمعنى الكلمة. ايه ده بجد؟ واحدة فاشلة فعلا. خليها ساحة حرب. هي فعلا شكلها ساحة حرب وهم بيكسبوا اللعبة دي. دلوقتي عايزة أوريك الفيديو ده عشان في حاجة مثيرة للاهتمام. في حد كتب الفرنسيين الجداد دمروا باريس تماما الليلة، وكل ده عشان ماتش كورة كسبوه، لازم يقبضوا على كل واحد فيهم ويرحلوهم. فانتي بتتفرجي على الفيديو ده وبتقولي ايه اللي بيحصل ده بجد؟ عربيات مقلوبة، دمار وحاجات تانية، وبعدين تقري الكلام ده من غير سياق. الفيديو ده من ديسمبر 2022. احتجاجات في باريس، مش من يوم 30 من مايو. كان فيه شغب يوم فوز باريس سان جيرمان بنهائي دوري الأبطال. طيب انتي بتتفرجي على ده وبتكتشفي ان ده مش موقف حصل مرة وخلاص، ده بقى ظاهرة مستمرة. باريس بتتعامل معاها دلوقتي عشان سمحوا للإسلاميين يسيطروا دلوقتي. تعالي نبص على الموضوع شوية، يلا نبحث عنه. نسبة المسلمين في باريس.
طيب، من 10 ل 15% كم عدد المهاجرين بباريس؟ أنا كتبت فيه غلط أملائي. 20% من المدينة. أهو يا صحابي، أهو كده 20% من المدينة. ده اللي كان شكله في 2022. ودلوقتي بس عشان كسبوا ماتش فاكرين إنهم يقدروا يخربوا. ده شكله كده، ده شكل مستقبل أوروبا لو الناس ما اتظبطتش وفهمت إن ده خطر على الكل. شكرا لاهتمامكم بالموضوع ده.